السلام عليكم ورحمة الله. بنعرفها معكم من سويسرا من جديد. الكلام متاعي باش يكون موجه بصفة مباشرة لأكبر مجرم وأكبر عميل وأكبر سفاح وأكبر خائن في تونس اللي هو رشيد عمار. في بالك يا مجرم يا كلب يا عميل، من أول ما بدات النكبة متاع تونس اللي جرذان الناتو هو حزب ديني والقانون ما يسمح لهمش باش يتحصلوا على رخصة. في بالك اللي جرذان الناتو جابوا المليارات نقود أجنبية من دول عميلة ومجرمة واستعملوها في الحمله الانتخابيه يا رشيد عمار يا كلب. في بالك اللي استعملوا المساجد وكذبوا على الناس ومشاو للمناطق الفقيره المهمشه وبداوا يفرقوا في العلالش ويطهروا للناس ويمدوا بال20 و30 الف. هذا الكل على عينيك. انت يا رشيد عمار اللي قمت بحرق المجمع اسمه السنتر كوميرسيال نتاع جيون وخذيت مليار فلوس من عند كارفور. انت يا رشيد عمار اللي متستر على القناصه اللي الاغلبيه نتاعهم الجيش نتاعك وقاموا قوات الامن وغيرهم فما برشا شهادات نتاع شهود عيانه وشدوا القناصه وسلموهم للجيش وسيبهم. انت يا رشيد عمار يحب يتهرب عماد طرابلسي فما الفيديو تفرجوا فيه والجنود نتاعك معاه يحبوا يهربوه ومن بعد كي خرجت الفضيحه شديتوه. انت يا رشيد عمار اللي سلموا لكم ولاد الوردانيين بعد ما قيس بن علي قتل منهم 5 سلموه لكم بعد سيبتوه قعد عام يدور. انت يا رشيد عمار اللي جبت النفايات النوويه ديشا نيوكليير انت وزين عابدين بن علي ودفنتوهم في منطقه الحامه جبال منطقه الحامه ومنطقه كامله مريضه بالسرطان وبالكونسير في جرتك. انت يا رشيد عمار اللي حال الحدود وفي عوض الجنود نتاعك يحرسوا الحدود يحرسوا في الشيوخ نتاع القطر اللواطيين يصطادوا في الغزال وفي الطيور المحرم اصطيادها بالقوانين التونسيه والقوانين الدوليه لانه مهدد بالانقراض. انت يا رشيد عمار في بالك اللي فما السلاح قاعد يدخل وجميع انواع المخدرات وحبوب الهلوسه قاعده تجينا من خارج وتسمم في الشباب نتاعنا. انت يا رشيد عمار عن طريق الجيش نتاعك بطريقه غير مباشره تشجع حليت البحر وشجعت الشباب بالهجره والاف 25,000 نتاع تونس يهاجروا منهم المئات اللي ماتوا في البحر. انت يا رشيد عمار بالسكوت نتاعك، السكوت هو علامه الرضا. قاعد تتفرج وتشوف في الاعتداءات في المعاهد والكليات وعلى اساتذه وعلى المحامين وعلى مقر قناه نسمه وغيره. قاعد تتفرج كل نهار وتشوف الاعتداءات نتاع السلفيين وتدنيس العلم والفتنه اللي يزرعوا فيها بتدنيس المصحف وقتل الشيخ قلال. وفي بالك بكل شيء اللي يسكت على الحق شيطان اخرس. انت اكبر مجرم في تاريخ الجمهوريه التونسيه واكبر عميل. انت يا رشيد عمار المسؤول على قتل الجنرال سكيك والضباط اللي ماتوا في حادث المصطنع في سقوط الطائره الهليكوبتر. انت يا رشيد عمار اللي متستر حتى اليومنا هذا على خطف الطيار التونسي المقدم ابراهيم بن عامر، خطفه من طرف الامريكان واعطوكم فيه انت اعطاكم في الجيش بابور جاكم في بنزرت سميتوه سلامبو ومعاهم فلوس خذاهم الزين. اكبر مجرم واكبر عميل هو انت، اكبر مسؤول على الشيء اللي صاير هو انت. السكوت نتاعك يعني رضاك، انت راضي، انت في مصلحتك الشيء اللي صاير. علاش؟ باش ما تحاسبش، لانه اللي قلت عليه توا شويه انت ملفات نتاعك كحله والعالم الكل والكره الارضيه كلها حتى البلدان المجاوره ليبيا بالاخص الجزائر يعرفوا تاريخك الاكحل. انت اجرمت في حق الشعب اكثر من زين العابدين بن علي. انا نحملك شخصيا المسؤوليه وجرائمك معروفه ودوسياتك موجوده باش تحاسب. اكثر انسان واول انسان يلزم يتحاسب في تونس هو انت. انت يلزم يتم القبض عليك. الزين هرب، يلزمك تخلص الجرائم اللي عملها الزين صديقك وحبيبك والجرائم اللي عملتهم انت. الاعتداءات على الجرحى نتاع الثوره وعائلات الشهداء تكررت وتعاودت قداش من مره مرارا وتكرارا وانت ساكت وتتفرج. ثم حتى شكون كذب وحبوا يردوك راجل بالكذب قالوا لي انت عملت تصريح ضد السلفيين وانت انكرت قلت لا. انت العميل الاول والمجرم الاول وانت لازم تتحاسب يا شعب تونس. اكبر انسان واول انسان لازم نطالبوا بمحاسبته هو هذا. كانكم بالحق فاهمين اللعبه وعارفين ايش قاعد صاير. اول انسان واكثر انسان ساهم في اللي قاعد صار في المصيبه اللي واحده فيها تونس مع جرذان الناتو حركه النهضه العميله المجرمه هو رشيد عمار. ان شاء الله تفهموا تحلوا مخاخكم وتفهموا ايش قاعد صاير. شكرا، السلام عليكم.